البيوت مش جدران بس، البيوت قلوب بتسكن فيها، فلو القلوب دي انكسرت الجدران هتقع. 3 حاجات تخلي بالك منهم لانها هتكسر شريك حياتك. اول حاجه، الانتقاد عمره ما بيخلي البني ادم يبقى عايش مبسوط. كل ما بنتقد البني ادم اللي قدامي انا بكسره 1000 مره. صدقيني الكلمه الطيبه هي اللي بتخلي البني ادم يحاول يبقى كويس، فدايما كلامك الطيب هو اللي هيغيره للاحسن. 2، اوعي تقارني نفسك وحياتكم بحياة ناس تانية. الناس التانية اللي انت فاكراهم كويسين هم مش كويسين، وحياتهم غير حياتك، لا ظروفهم زي ظروفك ولا هم عايشين زي ما انت عايشة، فبلاش المقارنة. عايزين نقارن نفسنا بنفسنا قبل كده عشان نبقى احسن. 3، اوعى في يوم من الايام يحصل ما بينكم مشاكل والخصام يطول. الخصام الطويل والوقت الكبير بعيد عن بعض بيخلق جفا اكبر من المشكله اصلا اللي واقع عشانها الخصام، فخلي بالكم ما تدخلوش الشيطان ما بينكم. وصدقيني في الاخر شريك حياتك ده هو اللي باقيله، وما تعملي كده انت بتكسبي السعاده في حياتك، بتخلقي لنفسك حياه سعيده وكويسه. 3 حاجات خلي بالك منهم.